الحقيقة هو مش فيديو على قد ما هو سؤال. يعني هي ليه الناس كلها او معظم الناس اللي بتتمرن جيم ليها اسلوب كلام معين، اللي هو تلاقيه بيقول لك اه الحمد لله اه، ودايما بتلاقيه بيتكلم بايده دي. اه الحمد لله، لا لا تمام، لا 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 انا ماشي في التمرين كويس، اه لا لا فل، تلاقيه بيضم بقه بقى فل الحمد لله صح وحشني اه الحمد لله، لا لا التمرين ماشي فل اه. لا لا لازم تاخد بالك من نفسك كده ومن صحتك وتبقى كويس. ليه؟ والله بقى انا بتخيل ان ده بيتكلم عادي مثلا، يعني تلاقيه بيتكلم عادي، واول ما يسمع اسم جيم او كلمه جيم او يسمع يفتكر ان هو بيتمرن في الجيم، فتلاقيه قلب، اللي هو تقول له عامل ايه يقول لك الحمد لله كويس والله زي الفل الحمد لله، امبارح كنت بتمرن في الجيم اه لا تمام تمام، خسيت شويه وكله تمام والدنيا كانت جميله، والكوتش حبيبي اه اه. ما انت معلم ما بتتمرنش بحنجرتك. يعني انت ما بتنزلش الجيم تحط البار على تفاحه ادم وتقعد تعمل كده، ما ده مش تمرين، فما تتكلم عادي زينا. ده نوع عادي، ده في نوع بقى ألعن. ده اللي ايه مثلا، تلاقيه مثلا وحش كده فورمه، اللي هو بادي بيلدر وبتاع، طبعا مش عارف اجسد الشخصيه لان انا يعني واقفه معايا على شويه حاجات بسيطه. آه، وتلاقيه فورمه كده وجامد وايه عنده عضلات في ودانه، وتلاقيه بقى بيقول لك ايه يا صاحبي عامل ايه الاخبار، قول له تمام اه الحمد اه كابتن، اه نزلت 10 ضغط يا كابتن، اه انزل دلوقتي 10 بطن و50 الف عقله يا كابتن. اه لا ما تزعليش يا كابتن، مش عشان صوتي كده تبقى شخصيتي ضعيفه يا كابتن، انا فورمه. ليه يعني؟ ما تمرن حنجرتك الاول، يعني زي اتعلم من زميلك اللي فات مرن حنجرتك. ولا ما يا مهلا مش عارف مش فاهم. ماشي.